بيدج كريم ارت فرنتشر، اهلا بيكم في بث مباشر من داخل معرض كريم ارت للاساس الخشبي. وحشتوني بجد، وحشتوني. النهارده انا طالع علشان اقول لكم ان انا ابتداء من النهارده انا مش هنعلن على الاسعار على صفحه كريم ارت خالص، ولا هنعلن في اعلان، ولا هنعلن في كومنت. واللي عايز يستفسر على الاسعار، حضراتكم عارفين ان احنا اسعارنا منافسه، واسعارنا تقريبا باقل من سعر السوق ب 70 و80%، ويمكن احيانا بندي اسعار اكتر من كده. عايز اقول لكم السبب الرئيسي ان احنا مش هنعلن على اسعار للمنتجات بتاعتنا. لقينا ان كثير جدا من اصحاب الموبيليا في الحقيقه زعلانين، وكذا حد كلمني وقال لي مش هينفع بالشكل ده كده. انت يعني هم شايفين ان انا كده بوقف حالهم وببوظ عليهم السوق وكده، شايفين ان انا مش مخليهم بيشتغلوا. انا في البدايه بس عايز يعني ابعت رساله لكل اصحاب معارض الموبيليا اللي بعتوا لي وزعلانين مني ان انا بنزل اسعار الموبيليا. بقول لهم الرزق ده بتاع ربنا، وبقول لهم نداء خاص. يعني احنا في فتره صعبه جدا، يا ريت كلنا ننزل اسعار علشان احنا فعلا 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 الناس محتاجه تفرش بيوتها، وما عادش الناس بقى عندها فلوس زي يعني زي قبل كورونا والفتره اللي فاتت. احنا طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان احنا بنمر بظروف صعبه جدا، يعني انهيار تقريبا اقتصاد على مستوى العالم كله. فاحنا فعلا محتاجين كلنا ان نكون في عون بعض علشان نعدي الازمه. ولا حضراتكم شايفين ايه؟ لو انا بتكلم غلط يا ريت حد يطلع يقول لي انت بتتكلم غلط. ولو انا لو شايفيني ان اللي بعمله ده مش طبيعي، حد يطلع يقول لي. برضو برجع بقول لاصحاب الموبيليا تاني وتالت ورابع، لازم كلنا نكون في عون بعض. ولكن اللي انا هقدر اعمله، وانا بوعد اصحاب الموبيليا، انا مش هعلن على اسعار ابتداء من النهارده على صفحتي على صفحه كريم ارت فرنتشر خالص. ولكن برضو انا بقول للعملاء كلهم انا مستمر في الخصومات، مستمر ان انا بطلع منتجات كتير جدا بسعر التكلفه. لو عايز اقول لكم ان يعني هي المساله يعني فيها شيء من الرحمه لبعض العملاء والعمال وللناس كلها. لما احنا او اصحاب الموبيليا او اصحاب الصناعه بصفه عامه، اي صاحب صناعه لما بيبيع منتج بسعر التكلفه هو مش بيخسر، لان انت كده كده مطلوب منك اجور عمال وكهرباء ومصاريف ثابته يوميا وشهريا وسنويا. فلو قدرنا نغطي المصاريف دي يبقى احنا كده يعني بنعدي ببر الامان، احنا كده بنكسب مش بنخسر. هو ينفع ان انا في الفترة اللي فاتت شايف ان معظم اصحاب المصانع واصحاب المعارض واصحاب الاعمال بيسرحوا العمال بتوعهم وبيمشوهم. يا جماعة شوفوا قد ايه مشوا العمال. عايز اقول لكم الحمد لله يا كريم ارت في الفترة اللي فاتت احنا ما مشيناش حد من عمالنا خالص، بالعكس احنا بنطلب موظفين وبنشغل ناس. ف سواء في المصنع او في المعرض. ف يعني انا يعني برضو بنادي كل اصحاب الصناعه وكل اصحاب الاعمال، بقول لهم لا، يعني نزل اسعارك. لو بعت باقل من التكلفه برضو انت كسبان مش خسران. هتقول لي طب ازاي هبيع باقل من التكلفه واكون كسبان؟ انت عندك مصاريف ثابته، انت عندك مصاريف ثابته اوريدي لازم هتدفعها ايا كان الرقم. لو انت حصلت نص الرقم ده من تكليفك الثابته فانت برضو كسبت. انت اي نعم كده بالشكل ده بعت المنتج اقل من سعره، ولكن انت كسبت لان انت غطيت ولو نص التكاليف. في ناس كتير جدا مش قادره يعني تلتزم بالتزاماتها وتكاليفها. فانا بقول لكم لا، يعني نيسر على بعض علشان نعدي الفتره الحرجه اللي احنا فيها. طبعا في ناس نايمه وعشمانه وحلمانه ان سنه 2021 طالعه حلوه وجميله. اصل مش بيوم وليله، هي السنين والايام مش هتطلع حلوه وجميله من غير ما احنا نجتهد ونتعب. سنه 2020 يعني انا
يعني انا شايف ان هي مش هتكون افضل سنه 2021، انا متاسف مش هتكون افضل من 2020 الا اذا اجتهدنا، الا اذا تعبنا، الا اذا كنا في عون بعض. ولا حضراتكم شايفين ايه؟ محتاج ارائكم، محتاج تقولوا لي ايه رايكم في اللي انا بقوله. لو انا برضو بتكلم غلط يا ريت حد يطلع ويقول لي بتتكلم غلط. احنا اتفقنا ان 2021، انا شايف على الفيسبوك الناس بتقول لا دي ايه الاحلام ورديه بقى، هتطلع جميله وهتطلع حلوه. طب ازاي واحنا نايمين؟ ازاي واحنا مش بنشتغل؟ ازاي واحنا كلنا، يعني انا شايف ان ناس مصممه على انها تكسب نسبه كبيره جدا في مبيعاتها. مش بتكلم بصفه شخصيه على اصحاب الموبيليا، ولكن بتكلم بصفه عامه على كل اصحاب الاعمال، يعني كل حد في اي مهنه. صرف نظر، يعني عايز اقول لكم ان انا الفتره اللي فاتت مثلا شايف الناس اللي بتعمل اصحاب المطاعم والاكل والشرب حتى بيشتكوا. هم بيشتكوا طبعا من الغلو ومن حال اللي احنا فيه. وبرضو عايز اقول لكم ان الناس النهارده بقت يعني تعبانه مش معاها. فيلا كلنا كده بقى نكون في عون بعض. ايه رايكم تيجوا بقى نتفرج مع بعض على منتجات كريم ارت، علشان انا يمكن نكدت عليكم على الصبح كده، ف يعني افرحكم كده. احنا اتفقنا مش هنقول اسعار، من فضلكم محدش يبعت لي يسالني على سعر، لاني مش هرد على اسعار على اي كومنت عشان مش هزعل حد. ولكن عايز اقول لكم ان احنا الحمد لله برضو مصمرين في الخصومات، اسعارنا في متناول الجميع. مش هنقول اسعار لاي حد، ولكن محضر لكم مفاجآت كتير. يلا بقى نتفرج مع بعض كده على منتجات كريم ارت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا مبسوطين معايا. يلا بينا، يلا بينا. بالانتريه اللي قدام حضراتكم، اللي حضراتكم شايفينه. الانتريه ده عايز اقول لكم ان موديله موديل 2000، وانا بفتخر ان انا اقول الانتريه ده موديل 2013، ولغايه النهارده احنا محققين فيه مبيعات هايله الحمد لله، لان دايما بنطور فيه. وطبعا اخشابه اخشاب طبيعيه 100%. لكن الانتريه اللي قدام حضراتكم اللي حضراتكم شايفينه ده، الانتريه ده يدوب موديل اللحظه، ده موديل 2021. حد هيقول لي يبقى كده موديل 2021 يبقى هتبيعه بسعر غالي؟ لا، احنا اتفقنا اسعارنا ان شاء الله هتكون مناسبة لكل الناس، هتكون اسعار مميزة جدا جدا جدا. يلا بينا بقى كده نتفرج على الركنة الجميلة الشيك دي. احنا اتفقنا يا جماعة عشان ما حدش يزعل مش هنقول اسعار. نرمين بتقول لي مساء الخير، مساء الفل والهنا. انا عارف يا نرمين نفسك تعرفي اسعار المنتجات اللي احنا قلناها. شرفونا يا جماعه، واللي عايز يعرف اسعار يشرفنا، احنا اسعارنا في متناول الجميع واسالوا كل الناس. نرمين بتقول لي بالتوفيق من نجاح لنجاح. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يا ريت تعرفيني بحضرتك، لو حضرتك كنت عميل عندنا قول لنا، ولو كنت ناوي تشتري برضو من عندنا قول لنا. انا بكون سعيد جدا 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 بحضراتكم. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين انا مركز دلوقتي على الشازلونج اللي قدام حضراتكم. ده طبعا شازلونج سوري كرسي بيتفتح طبعا، وزي ما حضراتكم شايفين. وده الدريسنج. طبعا مش هنتكلم على الاسعار عشان محدش يزعل مننا. يلا بينا بقى نكمل. كنت انا من شويه بقول لكم ان احنا الحمد لله الحمد لله لغايه دلوقتي ما مشيناش عمال. وفعلا الناس اللي جم عندنا الفتره اللي فاتت هيشوفوا ان احنا جايبين موظفين جدد، علشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني هنساعد. والفتره اللي جايه انا عندي ليكم مفاجآت كتيره، وعندي ليكم مفاجآت سعيدة. نرمين أول مرة تاخد من عندنا، تشرفينا نرمين، وإن شاء الله هتكوني مبسوطة معانا، إن شاء الله هتكون سعداء. عايز أقول لكم برضو الناس اللي بتدور على شغل ومش عارف تشتغل، ابعتوا لي السي في بتاعكم، وان شاء الله انا يعني هنرجع نعمل مبادرة مساعدة الشباب من تاني، علشان نساعد الشباب اللي عايزة تشتغل، وهنوفر فرص عمل سواء عندنا او في اماكن تانية.
نرمين بتقول لي ممكن سعر الكرسي. انا بعتذر يا نرمين، احنا اتفقنا ان احنا مش هنقول عن اسعار، لان اصحاب معارض الموبيليا فعلا زعلت مننا لاننا بنبيع باقل من نص السعر السوق وممكن اكتر كمان. فعلشان كده احنا مش هنقدر نقول الاسعار عشان مش هنزعل حد. برضو احنا يهمنا ان الناس كلها تكون مبسوطة مننا وتكون ما كونش حد زعلان مننا. فشرفينا يا نرمين وشوف الاسعار على الطبيعة، وان شاء الله تكوني سعيدة. أميرة بعتالي اللهم بارك، شغلكم تحفة جدا، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله دايما هنقدم لكم الجديد. احنا حريصين جدا إن احنا دايما نقدم الجديد لكل عملائنا، علشان يعني مش عارف اقول لكم ايه. يعني دايما انا يمكن بقول مرات ومرات ان كريم ارت للموبيليا خبرة اكتر من 30 سنة في صناعة الاساس. احنا حريصين جدا كل الحرص علشان يعني ما نكونش حد زعلان مننا. انا من شوية كنت بقول لكم ان احنا لسه جايبين موظفين جدد ومش بنمشي حد. وانا ماشي كده على المكتب اهو موظفة الاخت الزميلة العزيزة. عرف الناس بنفسك بقى. مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتكم في كريم ارت. انا اسمي عبير احمد، تشرفت بوجودي في معرض كريم ارت، وكثير من الموظفين هون معامله كثير راقيه وتعامل جدا حلو، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق. صباح الخير. قولي كده، يعني قولي الناس كده على منتجات كريم ارت. منتجات كريم ارت منتجات جميله جدا ومميزه، واكيد مش هتندموا باقتنائها، ونتمنى انكم دايما تشرفونا وتنورونا في معرض كريم ارت. زي ما شفتوا دي عبير زميلتنا في المعرض، لسه شغاله معانا بقالها دلوقتي تقريبا اسبوع ومبسوطه معانا في الشغل. عبير فعلا شرفني طبعا فعلا. طب العملاء بتوعنا مبسوطين معاهم؟ طبعا اكيد، عملائنا كتير ناس محترمه وشيك، وبيحبوا يختاروا الاشياء اللي كتير راقيه، فعشان كده بيجوا لمعرضنا وبيختاروا منتجات دائما عنا. عايز اقول لكم ان عبير عندها لمسه جماليه في الاساس وفي الذوق الراقي، ولما هتيجوا هتشوفوا اللمسه بتاعتها موجوده، ان هي رتبت يمكن المعرض بذوق كده جديد، وهتساعدكم هتساعد العملاء ان يرتبوا، مش كده؟ شكرا عبير. نرجع بقى نكمل مع بعض كده ونشوف الغرفة، غرفة النوم دي. عايز اقول لكم ان برضو غرفة النوم اللي قدام حضراتكم دي موديل 2014، ولكن برضو يعني الناس كلها بتصنع الاعجاب بتاعها، الناس مبسوطين فيه ودايما بتطلب. نرمين بتقول لي انا من المنصورة، المكان فين؟ احنا في مدينة نصر يا نرمين، وتشرفينا ومش هتندمي لما تكوني عندنا. وانا برحب بسكان المنصورة. عايز اقول لك يا نرمين ان كتير جدا من المنصورة بعتوا لنا واشتغلوا معانا، واحنا فرشين لعملاء كتير من محافظة المنصورة او محافظة الدقهلية من المنصورة. الناس فعلا بتثنى باعجابهم ومبسوطين جدا. انا طبعا بشكر حضراتكم على التفاعل حضراتكم معانا، وفعلا انا بكون سعيد جدا بتفاعلكم. شريفة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويوسع رزقكم. شكرا شريفة السيد الفقي. انا بشكر حضرتك. زي ما شفتوا حضرتك بقى، يلا بقى نخش على السفرة الجميلة دي. عايز اقول لكم ان غرفة السفرة دي طبعا حضراتكم ما شفتوهاش في اي مكان، لان الموديل ده موديل 2021، يعني هو موديل السنة الجاية ولكن موديل حديث. عايز اقول لكم ان احنا حتى لما بننزل موديل حديث مش بنغلي في الاسعار، برضو حريصين جدا ان اسعارنا تكون في تناسب الجميع. طبعا الناس اللي بتسأل على القسط، ايوه القسط لسه شغال، احنا بنقسط لكل موظفين الدولة، سواء حكومة، قطاع اعمال، رجال الشرطة، كل رجال الشرطة من اول يعني اصغر حد في رجال الشرطة لاكبر حد بنقسط لكل رجال الشرطة، وكمان رجال القضاء والنيابات لكل، ورجال القوات المسلحة طبعا والبترول وكل الهيئات بنقسط لهم. وكمان بنقسط لكل حاملي فيزا البنك الاهلي على 6 شهور وبدون فوائد. يعني بتاخد المنتج بتاعك
وبعد كده زي ما قلت لحضراتكم ايه الحلاوه والجمال ده. كمان احنا ما نسيناش القطاع الخاص برضو ليه نصيب معانا. بنقسط للقطاع الخاص. اللي مطلوب من القطاع الخاص بتجيب لنا بس صورة من عقد التمليك بتاع شقة حضرتك، ومرافق حديث، وكمان بتجيب لنا صورة بطاقتك وصورة بطاقة ضامن. ويلا بقى كده نتمرجح مع بعض. وايه رأيكم في المرجحة الجميلة الشيك دي؟ زي ما شفتوا كده احنا النهارده عملنا جولة من داخل معرض كريم ارت، ومنتجاتنا طبعا زي ما شايفين كده منتجات تناسب كل الاذواق، واسعارنا في متناول الجميع. مش عارف يعني انا فعلا بكون سعيد مع حضراتكم، وبكون سعيد جدا. النهارده قبل ما همشي عندي ليكم نصيحة مهمة جدا، علشان الناس الفترة دي محتارة جدا تشتري عفشها ازاي، وبيبعتولي بقوا مش عارفين مع الخشب الكتير جدا، وبقوا محتارين يعملوا اوض النوم خشب MDF ولا كونتر ولا زان. على سبيل المثال امبارح كان عندي عميل وكان عنده معلومات مخلوطة بشكل يعني كبير جدا. الراجل ما كان مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه، لان معلوماته مخلوطة. بيقول لي ان الناس حيرته كل الحيرة. اعتقد كده انا هتكلم مع حضراتكم فاظهر كده واشوفكم وتشوفوني، ومستني لو اي حد عنده اي سؤال يتفضل يسأله. انا تحت امر حضراتكم. اعدل بس كده القعدة بتاعتي. انتوا عارفين انا كده يعني مكتوب تشرفت بتواجدكم، منتجات عالية الجودة. شكرا يا نرمين. يا نرمين ما تمشيش النهارده يا نرمين، واعملي منشن لكل اصحابك، لان انا حالا دلوقتي هقول معلومات مهمة جدا جدا جدا. معلومات اللي هقولها النهارده ازاي تعرف تشتري عفش بيتك من غير ما يضحك عليك، ازاي تعرف تشتري عفش بيتك ويكون بالسعر المناسب على قد اللي اشتريته. امبارح كان عندي زي ما قلت لحضراتكم عميل، وكان معلوماته يعني المعلومات عنده مخلوطة بقى مش عارف. بيقول للناس بيقولوا ان الخشب الكونتر ده خشب مش عارف، قال لي كده تعبير انا مش فاكره، قال لي مفروك او مفروم حاجه كده. والخشب الكبسي بقى مش عارف، في ناس بتقول لي حلو وفي ناس بتقول لي وحش. وهو نفسه يعني المعلومات عنده كانت مش كامله. فخلوني كده اشرح لكم لما نيجي نشتري بالنسبه للانتريهات. احنا مش هنختلف كلنا على ان الانتريه مفروض او لازم يكون انتريه من الخشب الزان، ويكون التخانات بتاعه الانتريه تكون مناسبه للاحمال اللي يعني المستخدمه. ودايما انا كنت بقول معلومه مهمه جدا. يعني بيجي مثلا هقول لكم على حاجه النهارده على سبيل المثال. كان حد يبعت لي وقال لي انا شفت سرير بيتباع ب 1700 جنيه او 1800 جنيه حاجه كده. هو ليه سعره رخيص بالشكل ده؟ عايز اقول لكم ان الانتريه يعني يا جماعه في حاجه لوجيك وحاجه مقنعه. النهارده انا في اول لقاء مع حضراتكم كنت بناشد اصحاب المعارض واصحاب المحلات ان هو ممكن ما يكسبش في المنتج بتاعهم، ولكن او كمان ممكن ان يبيع بسعر حتى لو اقل من التكلفه بسيط. لكن لو منتج ثمنه مثلا بيتكلف 10000 جنيه، لو صاحب المعرض او صاحب المصنع باع المنتج ده ب 10000 جنيه اللي هو ثمن تكلفته، يبقى بالشكل ده كده هو ما خسرش، وده وجهه نظري. لكن لو المنتج ده بيتكلف 10000 جنيه ولقيته بيبيعه ب 5000 جنيه، يبقى هو كده في حاجه غلط. يبقى هو كده مش متكلف عليه ال 10000 جنيه، يبقى هو حاطط منتجات وبيغش الناس. لان ما اعتقدش ان الواحد هيوصل لدرجه كده. يعني لما انا قلت احنا ممكن نساهم ونبيع ونحاول نمشي الدنيا علشان نغطي مصاريفنا وحتى لو هنبيع باقل من التكلفه، ولكن مش هينفع ان احنا نحقق خسارات كبيره جدا.
فبرضو خلي بالكم لما تيجوا تشتروا تكونوا حريصين تشتروا المنتج الجيد الكويس اللي ما يضحكش عليكم فيه. وان شاء الله انا دايما هطلع وهقول نصايح واقول لكم ازاي تشتري الموبيليا. عايز اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في قناه كريم ارت فرنتشر. قناه كريم ارت فرنتشر احنا بنعرض عليها منتجاتنا، وكمان هطلع ان شاء الله بصفه مستمره هقول نصايح للناس ازاي تعرف تشتري عفش بيتهم. في نهايه لقائي انا فعلا كنت سعيد مع حضراتكم وبشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي اشرف شدي.